السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم فصال دشداشة رياضية. انطلب مني أنا مفصلته، بس هذا نوبة اللوخ هذا أسهل طريقة ومال البيت راح أسويها. أول شي هذا عندي القماش، هاي أطبقه طبقتين. هذا القماش انطبق طبقتين عندي، عدله هاي طبقتين، هاي 4 طبقات انطبق. هسه عندي طبق، عندي 4 طبقات. أنا هاي الحاشية ما أريدها. شو راح أسوي؟ نجي قياس القصة الرياضية 4 أصابع من هنا وإصبع خياط من هنا شبر يصير عندي هذا المثلث هيجي. للمبتدئين يجيب دشداشة قصة رياضية قصة عادية يحطها على قماش من هنا يكون مطبوق، من هنا الفتحة مالته يحطها الدشداشة عليها ويجي يقص عليها. من هنا نعوف إصبع، من هنا إصبعين خياط، هاي شبر 4 أصابع. من هنا نعوف إصبعين. تخصيرة مالتها نبدي 12 سنتيم، نحط نقطة هذا الخصر، أجي أسوي قوسة يعني من هنا مثل معدل، من هنا نقوسه 4 سنتيم 4 سنتيمترات. بعدين أرجع أنزل هيجي. هاي صارت عندي مخصرة. أبدأ أول شي أقص البدن، هاي بالأشبار شبر من هنا 4 أصابع وإصبع مال الخياط. نجي نقص شبر، أقيس شبر و4 أصابع. هسه راح نقصها ودان. هاي ودان طاقتها طبقتين، أجي أطبقها خيار 27 سنتيم العرض مالتها شبر كيف. من هنا هم عندنا 4 أصابع بالسنتيمترات 8 سنتيمترات. سنتيم نعوف للكفة يعني تصير 5 أصابع. هاي البدن مالتها. من هنا أقل، من هنا 17 سنتيم. جيب الفيتة نقيسها هيجي. هاي ودان 3/4. اكو طريقة كلش سهلة، تجيبين البدن هيجي حطها من هنا هسه من كملنا الفصال الردن ويا البدن، نيجي على الردن اللي ورا الخلف مالت الظهر، ناخذها من هنا اصفع عما يطلع الظهر. هاي الامام ما اخذتها بس الخلف. تصير عندي طلع هاي الظهر مال الدشداشة. نيجي على الصدر مالتها، راح احط لها انا هذا تطعيم تنتيل، هذا ناعم ما يشكشك شي. احفظها طبق الدانتيل. هاي سويت التطعيم مالتها، منها قصيته مستدير شوية، منها هنا عدله. هاي اقص له الردن من هنا شلون المسطرة للردن، من هنا اقص لها مثل المسطرة 3 أصابع. هاي اجي من هنا اخذها شويونة نص اصبع عمود من هنا متبوط على مود هيج تتخيل. هاي ظلت عندي منها تطعيم اما احط لها. وما كملنا فصالها هذا الشكل مالتها الفصال. هسه راح الزق اللاصق مالتها. الزق لاصق بس هنا على الحفرة هيك يعني مو هواي، لان نحاول الدنيا تضوج اللاصق هذا هواي. ايوه ما لزقت اللاصق راح اكويها بالوسط على مود الخياط يجي مضبوط. هيجي فوقها واكويها من النص.
هسه اشوفكم طريقة خياطها. اول شي نبلش بيه الصدر، هاي كويته من الوسط، حط عليه الدانتيل، اوسطه بالوسط. هسه راح اجي هاي الوصلة الردة اللي سويتها احطها هيجي، اوسطها هم بالوسط، اطقها خياط منها. قيراج رفيع راح احدد بيه الصدر مال الدشداشة. نجي على الردان، هاي المسطرة، خيط المسطرة اول شي هيجي. احط هذا الدانتيل عندي، احطه على حافة الخياط مال المسطرة، واجي اقلب المسطرة هيجي. هسه من كملته راح اجي اطبق الصدر وياها. اول شي اعدل اكو زيادة بالدانتيل هذه كلها قصها. اجي من هنا اخيطها، دائما هيك اسويها مثلثة من هنا. هسه وما طبقت الردانات بالصدر اطبقهم بالظهر، اطبقها هيجي، اما اسويها شوية مثلثة. صار حلو خمينة. هسه كملتها، بقى اكف الردانات، اكف الردن. طبقها طبقتين، لفها. هسه كملناها. هسه اشوفكم الشكل النهائي لها، وهذا الشكل النهائي مال الدشداشة. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، ولا تنسونا باللايك والاشتراك، ودمتم في امان الله.